السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي، وحشتوني جدا جدا. النهاردة إن شاء الله هشرح لكم الجزء الأول من درس مصر بين المماليك والعثمانيين. بس قبل ما نبدأ، أول حاجة الصلاة على النبي، ولو مش مشترك في القناة انزل اعمل اشتراك وضغط لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف الفيديو. أول وحدة معايا مصر تحت الحكم العثماني، وتشمل مصر بين المماليك والعثمانيين. 2. الحملة الفرنسية على مصر. رقم 3. ثورة الشعب المصري وتولاية محمد علي. 4. محمد علي وبناء الدولة الحديثة. النهاردة يا شباب هناخد مصر بين المماليك والعثمانيين. أنا هسمع كلمة مصر بين المماليك والعثمانيين هرجع ل 500 سنة ورا، يعني أواخر القرن ال15 وبداية القرن ال16. شهد العالم الإسلامي صراع بين 3 قوى: الدولة المملوكية. 2. الدولة الصفوية. رقم 3. الدولة العثمانية. أول دولة دولة المماليك. أين قامت دولة المماليك؟ قامت في مصر والشام والحجاز وجزءا من ساحل أفريقيا الشرقي المطل على البحر الأحمر. حد يسألني يقول لي دولة المماليك كانت مستقرة أم لا؟ لا، لم تكن مستقرة أبدا. بما تفسر تعرضت دولة المماليك لأزمات، أزمة يعني مشكلة، لأزمات مالية وتدهور اقتصادي. ليه يا شباب؟ بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق ورأس الرجاء الصالح عام 1498 وتحول تجارة الشرق في قديم. يعني ايه الكلام ده يا مستر ابراهيم؟ احنا مش فاهمين اي حاجة، فهمنا يا مستر ابراهيم. حاضر، اسمع. التجارة يعني زمان بين الشرق والغرب لازم تتم عن طريق مصر، يعني بين اوروبا والهند لازم تتم عن طريق مصر. إذن الدولة المملوكية كانت بتكسب أموالا كثيرة على السفن، فاكتشفوا البرتغاليين طريق بيعدي على التجارة بتاعتهم من غير ما يعدي على مصر، مما أدى إلى انهيار دولة المماليك اقتصاديا. إذا لو جه قال لك بما تفسر تعرضت دولة المماليك لأزمات مالية وتدهور اقتصادي، هتقول بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498 وتحول تجارة الشرق في قديم. أنا كدولة مملوكية مش هسكت. قامت دولة المماليك بمعركة وتم تحطيمها في 1509 في معركة دود بحرية. تم تحطيم الأسطول المملوكي عام 1509 في معركة دود بحرية. كما تعرضت لأزمات سياسية، مش أزمة سياسية كمان، سياسية يعني داخليا، يعني في الحكم ذات نفسه. إيه اللي يخلي دولة عندي تتعرض لأزمات سياسية؟ 3 حاجات: 1. اضطراب الأمن، يعني مفيش أمن. 2. كثرة التنافس المستمر بين المماليك. التنافس المستمر بين المماليك. طب رقم 3. كثرة الفتن والثورات الداخلية. 1. دولة ما فيهاش أمن، اضطراب الأمن. دولة فيها تنافس، دولة فيها فتن وفيها ثورات داخلية. إيه بقى النتائج بتاعتها؟ مما أدى إلى ضعف قواتهم العسكرية. إذا لو جه قال لك بما تفسر تعرضت دولة المماليك لأزمات سياسية، هتقول اضطراب الأمن، التنافس المستمر بين المماليك على السلطة، كثرة الفتن والثورات الداخلية مما أدى إلى ضعف قواتهم العسكرية. تاني دولة الدولة الصفوية، مركزها بلاد الفرس قديما، إيران حاليا، عاصمتها تبريز، كانت تدين بالمذهب الشيعي. آخر دولة معايا الدولة العثمانية، ودي أقوى دولة بين ال3 دول. أنا هسمع الدولة العثمانية
يعني السلطان سليم الأول اتجه نحو الشرق وما اتجهش نحو الغرب. أول ما اتجه نحو الشرق اصطدم بالدولة الصفوية. الصدام بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية في معركة جلدران عام 1514. ده بتاريخها 1514. الأطراف العثمانيين يقودهم سليم الأول ضد الصفويين. ده بنتيجها هزيمة الصفويين ودخوله عاصمتهم تبريز. أنا عايز أعرف ليه السلطان سليم الأول اتجه نحو الشرق وما اتجهش نحو الغرب. أسباب اتجاه العثمانيين نحو مصر والشام. ليه السلطان سليم الأول اتجه نحو الشرق وما اتجهش نحو الغرب؟ علشان حاجتين: واحد رغبة، اتنين إدراك. واحد رغبة السلطان سليم الأول في توسيع ممتلكاته بالاستيلاء على مصر. رغبة السلطان الأول في توسيع ممتلكاته في الشرق بالاستيلاء على مصر. قلت له ليه يا سليم الأول أنت عايز مصر؟ قال لي لأنها تمثل قلب العالم الإسلامي. مصر تمثل قلب العالم الإسلامي. اتنين إدراك. هو مدرك، هو عارف، هو فاهم. إدراك السلطان سليم الأول أن الصدام هو مش هيقدر يخش مع دولة أقوى منه. مثلا أنت اتخانقت مع واحد شايفه أقوى منك فأنت مش هتقدر عليه. أدرك السلطان سليم الأول أن الصدام مع الدول الأوروبية محفوف بالمخاطر في ذلك الوقت. ليه؟ بسبب تفوق أوروبا حضاريا وعسكريا. أوروبا جامدة حضاريا وعسكريا، ولذلك يتوجه نحو الشرق لتحقيق السيطرة على المنطقة. استيلاء العثمانيين على مصر والشام. أول معركة معايا معركة مارج دابق عام 1516. بادر السلطان سليم الأول بالاستيلاء على إمارة ذي قدر المملوكية التي تقع على الحدود بين الدولتين العثمانية والمملوكية، فخرج السلطان قنصوة الغوري للشام ودارت المعركة بينهم عند مارج دابق عام 1516. ما النتائج المترتبة على معركة مارج دابق؟ واحد انتصار سليم الأول وهزيمة المماليك. أصبحت الشام ولاية عثمانية أي تحت يد العثمانيين. آخر معركة معركة الريدانية في يناير عام 1517. تقدم السلطان سليم الأول حيث التقى بجيوش طومانباي في الريدانية في صحراء العباسية عام 1516. ما النتائج المترتبة على معركة الريدانية 1517؟ واحد انتصار السلطان سليم الأول ودخوله القاهرة. اتنين انتهت دولة المماليك في مصر والشام. خلاص انتهت دولة المماليك في مصر والشام. طب رقم 3 أصبحت مصر ولاية عثمانية أي تحت يد العثمانيين. دايما في سؤال بيجي ببالي كده: ليه الدولة المملوكية كانت بتتهزم على طول؟ أسباب هزيمة الجيوش المملوكية: واحد التفوق. 2 تأثر. التفوق العسكري للجيش العثماني. الجيش العثماني قوي جدا جدا. التفوق العسكري للجيش العثماني واستخدام أساليب القتال الحديثة والأسلحة المتطورة. 2 تأثر دولة المماليك بعدم الاستقرار الداخلي. مش احنا قلنا ما فيش أمن؟ 1 قلنا أسباب هزيمة الجيوش المملوكية: 1 التفوق العسكري للجيش العثماني واستخدام أساليب القتال الحديثة والأسلحة المتطورة. 2 تأثر دولة المماليك بعدم الاستقرار الداخلي. قلنا مفيش أمن والنزاع المستمر على السلطة. ما النتائج المترتبة على هزيمة الجيوش المملوكية؟ 1
تحولت مصر من دولة مستقلة إلى مجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية. 2. سيطرة العثمانيين على العالم العربي من اتجاهين، آسيوي وأفريقيا. طب رقم 3، مش احنا قلنا مصر كانت قلب العالم الإسلامي؟ انتقال خلافة العالم الإسلامي الدينية والسياسية إلى الدولة العثمانية، وإعلان سليم الأول نفسه الحامل الوحيد للحرمين الشريفين ولجميع رعاياه في العالم الإسلامي. ده كان الجزء الأول من درس مصر بين المماليك والعثمانيين، ويا رب تكونوا استفدتم. كان معكم مستر إبراهيم شعبان. سلام.